السلام عليكم احلى متتبعين متتبعات الاوفياء. فرحانه وانا كنشارك معكم هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احوال جيده وفي صحه جيده كذلك. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا مع الصور غادي نهضروا على كيفيه استغلال زوايا المطبخ، اللي كيف ما كتسميوها زوايا ميته. فهذا موضوع اللي هو ضروري جدا، خصوصا بالنسبه للناس اللي عاد كيفكروا انهم يصوبوا المطابخ ديالهم. كيف ما كنعرفوا ان تصميم الصنادق ديال لا كويزين ديالنا، والطريقه ديالو فكيلعب دور اساسي باش هو اللي كيحكم علينا واش هذيك لا كويزين غادي تكون براتيك بالنسبه لينا او لا غادي تكون ديكوراتيف كيف ما كنقولوا، تيكون الشكل فقط وكتكون ماشي عمليه. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشاركوا دي زاستوس واهم التصاميم اللي نقدروا نديرو في المطابخ ديالنا. غادي نحاولوا نشوفوها كامله، وكيبقى الاذواق كيف ما كنقول لكم دائما تختلف، وكل واحد واشنو كيفضل. غير في هذا الفيديو ان شاء الله فكاين الحويجات اللي غادي يكونوا عمليين، وكاين الحويجات كيف ما قلنا اللي غادي يكونوا الديكور فقط. وهنا فين غادي نبينوا الفرق، وغادي نبينوا كذلك شنو الحاجه اللي غادي تخلينا نستغلوا المطبخ ديالنا بالاشكال بجوج، تكون زوينه في الديكور ديالها، وكذلك حتى بالنسبه للتطبيق او للعمليه نستغلوا هاد الزوايا هادو بشكل اكبر. واكيد فاش تمشي عند الشركات اللي كيخدموا هاد النوعيه ديال المطابخ العصريه اللي كاينه حاليا، فكيقترحوا لنا بزاف ديال لي ميكانيزم وبزاف ديال لي زاكسيسوار حتى كنحيروا، ومنهم بحال هاد لارونجمون هذا او هاد الاكسسوار هذا اللي كيف كيجي كيتحل الباب، باب في باب كيف ما كتشوفوا كيكون فيه واحد الميكانيزم اللي بحال هكا، تيجي بحال شكل شي علاقات اللي هي كبيره كنقدروا نحطوا فيه، كيخرج عندنا هذاك الميكانيزم كامل تيكون شاد في الباب، وكنقدروا نحطوا فيه الاواني ديالنا حنا اللي كنختاروها. وفي نفس الوقت كيف ما كتشوفوا من برا كيجي ديكوراتيف، وفي الداخل كنستغلوا في الاواني تيكونوا لنا بحال قلنا جوج طوابق كنستغلوها. هنا كذلك الشكل الثاني اللي الصراحه نسبيا انا عجبني، كيجي هكا بشكل طولي. شوفوا كيفاش كنستغلوا المساحه الداخليه. دونك كيجي واحد الميكانيزم اللي شاد في الباب، يفوا كنجرو فكيجر مع الميكانيزم الاخر اللي تيكون داخلي. وهنا كنستغلوا بشكل كبير جدا الاواني اللي عندنا والمساحه اللي عندنا. انا هاد الطريقه اللي كتشوفوا جاتني عمليه جدا. هنا راه بدون اكسسوار، كيف ما كتشوفوا الزاويه كامله باينه عندنا استغليناها. والحاجه اللي زوينه اننا فيها العلو، ممكن نحطوا حتى الاواني اللي تيكونوا اللي فيهم العلو بزاف او لا كبار بزاف. وشكل اخر كيف ما كتشوفوا اللي هو هذا الباب لاصق في الميكانيزم اللي عندنا. هنا كيجي على شكل نصف دوائر، زوايا بحال هكا، وكنقدروا نحطوا فيهم الكيسان او نستغلوه في اي حاجه حنا بغينا. هاد الاكسسوار هذا الصراحه انا ما عجبنيش بتاتا، اللي هو كان واحد لوكيتا دارج، وللاسف تيكون الاسمنه ديالهم راه طالعين بزاف، كيخرج بهاد الطريقه هادي. انا جاني كياخذ وقت، الا كنتي انت زربانه وبغيتي مثلا تبدي واحد الحاجه من البلاكار او لا، عاد خصك تبقاي تجري، وعلى الحجم كيكون كبير، وكتجري هاد الاكسسوار هذا حتى كيخرج لعندك. وكيف ما شفتوا الطريقه ماشي سلسه باش يخرج. دونك هادشي علاش ما عجبنيش هاد الاكسسوار هذا. دونك كيف ما قلت لكم الاطباق كتبقى لا تناقش. كاين ناس اخرين اللي غادي يعجبهم، ولكن بالنسبه لي انا كنشوف حتى الحاجه اللي غادي تكون سهله عندنا اننا نبقى نستعملوها بشكل يومي في المطابخ ديالنا. وهاد الاكسسوار كيف ما قلت لكم سبقنا شفنا بحالو، اللي هو كيجي بحال هكا شكل طولي، وكيجي اكسسوار مشابه ليه اللي كيف ما كتشوفوا كندفعوه كيدخل لداخل، عاد باش كيتبعوا الاكسسوار الثاني وما كيجيش شاد في الباب. عندنا بالنسبه لهاد لهاد المجوره على شكل زاويه، حتى هما كيف ما كتشوفوا في المنظر تيجي استيتيكمون زوين بزاف، ونقدروا نستغلوه في اي حاجه. ولكن ما عرفتش علاش جاني ماشي عملي. كيف ما كتشوفوا ما عرفتش باش دغيا نجر لعندنا ويخرج لعندنا وناخذ داكشي اللي بغينا، جاني شويه غادي يكون فيه واحد الكومبليكاسيون. وفي الصراحه هنا كيبقى اختيارات لصاحبه المطبخ اللي غالبا تتكون هي اللي كتختار الاكسسوار اللي كيعجبها. غير هما جميع انواع ديال لي زاكسسوار فاكيد تيكون الثمن ديالهم راه طالع.
عكس إلا بغينا نديرو يعني اكسسوار اللي هو بسيط، أولا يعني نديرو ان رونجمون اللي كيجي داخلي بلا ما يكون فيه شي ميكانيزم، والأغلبية راه رجعوا هادشي اللي كيديروا، يعني كيبقى البلاكار بشكل عادي جدا، وكنقدروا حنا نفصلوه من الداخل اولا نديرو ليه الديزاين اللي بغينا، وكنحطوا فيه الاواني كذلك اللي بغينا، وكيجي يعني عادي كيف ما كانوا المطابخ ديال شحال هذا. فإلا رديتو البال أن الناس رجعوا يعني ولاو كيقللوا من هاد لي زاكسيسوار هادو، عكس في الأول يعني كانت شي حاجة اللي هي جديدة، وكانوا الناس بزاف يعني كيحاولوا يديروها في المطابخ ديالهم، غير هي كتبقى راه مكلفة، وكيف ما قلت لكم نسبيا أنا بالنسبة للرأي الشخصي ديالي كتجيني ماشي عملية. وكيف ما قلنا بأن يعني استغلال هاد الزوايا اللي كتجي ميتة يعني داخلية، فإلا ما استغليناهاش فكتبقى لنا واحد المساحة اللي هي ضيعة. وكانوا في الأول يعني النجارة أو اللي هذا غالبا ما كيخليو هاد الكوان هذا اللي كيستغلوا منه غير واحد الجهة وحدة، وكيبقى ضايع هذاك يعني ديك الكوتي اللي كتجي داخلة كتبقى يعني ما كاينش ليها الباب وما كاينش لاكسي باش تستغليها وتحطي فيها يعني المسائل اللي عندك في المطبخ. وشوفوا معايا الرونجمون هذا اللي عجبني بزاف بزاف، كيجي هذا بشكل طولي، ما فيش لي زاكسيسوار، ما فيش لي ميكانيزم، وكيبقى عملي جدا جدا بالنسبه ليا. كيف ما كتشوفوا اني دي زيتاجير اللي هما باينين نقدروا نحطوا فيهم اواني ديالنا بشكل مرتب، وكيجي حتى في ليستيتيك زوين. وراه رجعوا كيستغلوا يعني كيديروا بحال هاد التصميم هذا اللي كيجي اللي كيجي بشكل طولي. وعموما فالأذواق لا تناقش، كاين الناس اللي باقي كيعجبوهم هاد لي زاكسيسوار هادو، وكاين الناس اللي ما عندهمش مشكل يعني يقدروا يجبدوا اكسسوار في اكسسوار، واخا كياخد شويه الوقت ومع المده فيقدر انه وقع مشكل اننا يعني دوك لي زاكسسوار كيوليو كيعكسوا لينا باش كنخرجوهم من عندنا. دونك هذا ما كان، هادو هما السلبيات اللي تيكونوا ديال هاد لي ميكانيزم هادو. اما بالنسبه لهاد الكوان هذا فنسبيا حتى هو زوين، كيجي بحال علاقه كبيره واللي كدور بهذا الشكل هذا، يعني جميع الاواني ما كيبقاوش داخلين لداخل، كنشوفوهم يعني بشكل واضح وكيجيو شادين في البيبان. كذلك هاد الرونجمون هذا اللي بسيط وساهل، هذا من النوع اللي كتبقاي تحكميه وتدوره يعني باليد ديالك، كذلك تيجي الباب شاد فيه بحال بهاد الطريقه هادي. وعموما فتيبقى يعني خرجوا ابداعات كثار في هاد لي ميكانيزم والطرق باش كيتخدموا الزوايا الميته، ولكن كيف ما قلت لكم تتبقى الاشياء اللي هي بسيطه، والاشياء اللي هي يعني سامبل كتجي احسن واحسن، وعمليه كذلك في المطابخ ديالنا. دونك متتبعين متتبعات الأوفياء، نتمنى إن شاء الله نكون شاركت معكم هاد الموضوع اللي هو مهم في المطابخ ديالنا. نتمنى إن شاء الله يكون نال الإعجاب ديالكم. وصلت لنهاية الفيديو ونقول لكم بسلامة حتى الفيديو آخر إن شاء الله.